يحتفل مركز الشباب الجمهوري بندوة انتصارات أكتوبر، ونستمع إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب مازن كرم صديق. تفضل سيدتي مشكور. لما يزيد حضر القرآن رجال اقعدوا يا شباب، اقعدوا استريح 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 استريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بعد أن استمعنا إلى آيات من الذكر الحكيم تلاها على ما سمعنا فضيلة الشيخ مازن كرم صديق، نستمع إلى كلمة الأستاذ محمد السيد. كلمة عن حرب أكتوبر. تعاني اسمه عن الحرب. كلمة عن حرب أكتوبر. يوم 6 أكتوبر سيبقى ذكرى خالدة في تاريخ مصر، يوم استعاد فيه الجيش المصري كرامة الأمة وعبر قناة السويس محققا النصر العظيم. لقد أثبت أبطالنا أن الأعيان والعزيمة تصنع المستحيل، فلنحافظ على وطننا بالعلم والعمل كما حافظوا عليه بدمائهم. في 6 أكتوبر عام 1973 ميلادي عبر أبطال مصر قناة السويس وحطموا خط بارليف وسطروا ملحمة النصر التي أعادت للأمة كرامتها، وكان ذلك النصر غرة الإيمان بالله والتضحية والوحدة بين الجيش. بعد أن استمعنا إلى كلمة محمد السيد نستمع إلى القصيدة والطالب مازن. احنا عشان توقف المشكلة. قصيدة في حب مصر. أنا مصر بلدي وافتخر بترابها أرضي، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجوا يوم وهتعرفوا قيمة البلد دي، بتحدى بيها الدنيا
وأنا قد الدنيا. أنا مصر بلدي ومش بقارن حبي ليها بحب حد. أنا كتبت في حبها وكل كلمة أنا قلتها من قلبي ليها كانت بجد. أرضي وبلدي من ده اللي عاش على أرضها وشاف دفاها وشعبها ومحبهاش. ما يكفاش كل الكلام. عظيم سلام لولادها وجنودها اللي حامين شعبها. عظيم سلام يملى الوجود لولادها في الجيش على الحدود. واقفين جبل وبروح أسود حامينا واحنا في حضنها. عظيم سلام لكل جندي على الميدان كتب التاريخ قصة كفاحه في البرد نتدفى بحيطان هو متدفي بسلاحه. وتحيا للشهداء اللي راحوا ذكراكوا ذكرى ما تتنسيش. ضحيتوا بحياتكم عشان كل البلد تعرف تعيش. وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبنا وجيشنا العظيم. باسمي واسم البلد بنقول لكم كل عام وانتم جميعا طيبين. عمر الكلام ما يوفي ابدا حقكم. واقفين عصب ظهر وسند يحفظكم لينا اللي زرع في قلوبنا دايما حبكم. مطمنين عشان انتوا دايما موجودين. يحفظكم خير الحافظين. ما يغيبش ولا صوت منكم. ما يموتش جزع فرع مال ولا يوم تهز الريح جبال. شفتوا المحال فعلا الرجال دايما يا ابطال قدها. صدق اللي قال ان الامم تحيا برجالها وشعبها. بيكم بتتباهى البلد فعلا ولد ياللي انت رافع اسمها. ياللي انت ماسك في العلم رغم الصعاب. فاتح في صدرك 1000 باب قد المحن. تسلم لنا يا ابن الوطن تسلم لنا يا ابن الوطن. كتب القلم كل التحية والاحترام. تعظيم سلام لابن الوطن تعظيم سلام لابن الوطن. وشكرا. شكرا إلى الطالب مازن. يا رب أفئدة هوت لرحابكم والله أعلم بالقلوب وما بها. هي رحلة في الله يحلو طولها. يا رب قد شرف الفؤاد بحبها. إن الذي حفظ الكتاب وسره صعدت بدعوته السماء إلى ربها. نستمع إلى حديث من الحاج عاشور يحدثنا عن حرب أكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. جايين اهو ماشي هاتهم. لما بدأ الحرب تعالوا مو قاعد على جنبك.